والاسمراني. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم من الفن إلى الفن. الوسط الفني النهارده بيرحب بكل فنانينا ومشاركينا في الفعاليات الدوره 36 لمهرجان القاهره السينمائي الدولي. النهارده معانا ضيوفنا طبعا كرام من مختلف الدول العربيه، فحابين نرحب بيهم طبعا. اتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. صلاح حنون. حابين نعرف من حضرتك مدى سعادتك، مدى وجودك النهارده، وايه سبب وجودك النهارده؟ هل مشاركه في المؤتمر والفعاليات للدوره 36 لمهرجان القاهره السينمائي الدولي، ام انك كضيف؟ لا طبعا انا مشارك لانه عندي فيلم مشاركه بالمسابقه، مسابقه افاق، وهي اول مره بحياتي بفوت مصر. يلا احكي لنا عن دور حضرتك في فيلمك ومشاركتك بالنسبه للدوره. انا بلعب الدور الرئيسي في فيلم فلسطيني اسمه فلسطين ستيريو، وهو اول مره بنعرض في مصر، يعني دور طويل في فيلم روائي طويل لفلسطيني. حابين نعرف حضرتك رأي حضرتك في مصر وعن مشاركتها الفعالة لجميع دول العالم. طبعا مصر أم الدنيا، يعني ما حداش بيقدر يحكي عليها، لأنها يعني خصوصا المهرجان، يعني المهرجان لامم أفلام كتير وجنسيات مختلفة ونوعية أفلام مختلفة، قوي جدا بالنسبة لي بعتبره. بنشكر حضرتك جدا لوجودك وشرفتنا طبعا. احنا هنشكر طبعا ضيفنا الجميل من فلسطين، مخرجنا الجميل عن مخرج فلسطين وعن مخرج فيلم جميل جدا. حابين النهارده معانا دولة أخرى هولندية نتعرف بيكي. اسمي إيمان. من وين إيمان؟ من هولندا. كل سنة حابين نعرف سبب وجود حضرتك النهارده. مرة أخرى الأمن والأمان. سبب وجود حضرتك النهارده. وبشكر طبعا الجيش. أنا المكان مرة صلاح حنون. احنا مش خايفين. أنا معه. أنا كثير سعيدة مشان أنا هون. يعني رهيبة جدا. احكي لنا، هل أول مرة تشاركي بفعاليات الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي، أم دي أول مرة أم قبل كده؟ أول مرة هون بمصر مع الفستيفال سينما. احكي لنا عن مدى وصفة سعادتك. ثاني مرة بمصر يعني. احكي لنا ايه رايك في مصر؟ كثير حلو، بتجنن. ايه بتيجي تاني؟ ايوه ان شاء الله. ميرسي قوي ليكي ايمان. واعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شفتوا معانا من مختلف الدول العربيه، من هولندا فنانتنا الجميله ايمان ومخرجنا الجميل رشيد، بنشكرهم جزيلا. ومعانا ايضا المغرب، بنرحب بالمغرب استاذه امان. بنرحب بحضرتك. شكرا. عرفينا حضرتك اول مره تشاركي بمهرجان القاهره السينمائي.